السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال، يا أحلى اخوات وأحلى عيلة. ربنا يجبر خواطركم جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف هنعمل ايه النهاردة. دي كوباية سكر يا حبايبي، وعليهم كيس خميري، ومعانا ذرة ملح صغيرة، ونص، وده كيلو لبن قسمنا النص نحطه على السكر وعلى الخميري، وكيسين فانيليا. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. وهنقلب المكونات دي حلو في بعضها كده، هنركنها على جنب. هنحط عليهم ذرة الملح كنا ناسينها. طبعا حطينا هنا معانا 3 كيلو دقيق، حطينا عليهم معلقة كيك شيف او المتوفر عندك، لو معلقة بودر. وديت سمنة سخناها حلو ونزلنا بيها على الدقيق كده، وهنتوه السمنة في الدقيق حلو، مش هنخلي الدقيق باين خالص من السمنة، هنلمفها حلو كده ونبسها حلو فيه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هتقلبها حلوه يا حبيبتي كده عشان السمنه بتاعتنا دافيه شويه، سخنه شويه. وهننزل عليها بالمكون التاني، نسينا السمسم نحطه، المفروض نحطه مع الدقيق، بس ده انا نسيته. وبحطه في الدقيق والعجينه كده، افضل ما احطه على الوش زي ما انتم شايفين. لفينا الدقيق في السمنه حلوه كده، توهناه في بعضه، والسمسم هننزل عليه باللبن والسكر والخميرة والفانيليا وذرة الملح، ده شوية ريحة الموز، يعني تديها ريحة حلوة بس مش اكتر. والسمنة اللي معانا دول 3 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة. لو انت حابة تعمليها ناعمة قوي ممكن تعمليها، احنا هنعمل النهاردة احلى شوية جراجيش بعجون. لو حابة تعمليها ناعمة ممكن تعملي كيلو ونص، كيلو وربع، زي ما انت حابة. بس هي كده ما شاء الله ما تزهكش في الاكل وحلو. ولو مش حابة تحط السكر عادي مفيش مشكلة، ممكن ما تحطهوش، تحط شوية الملح الصغيرين وخلاص على كده. بس السكر احنا بالنسبة لنا بيديها طعم شوية. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، رجيتها شوية مش ياما قوي عشان لسه هنلفها تاني. وسمت العجينة دي معانا 2، وعاملين العجوة زي ما انتوا شايفينها كده مطولة. هنلفها في العجينة، بس دي اهم حاجة وانت بتلفها في العجينة تطلعي منها الهواء حلو عشان ما تبص منك. تك عليها من هنا حلو جوه، تقفلها الاول، وهتلفيها كده لور كده طويل، ترفعها بقى زي ما انت عايزة، عايزاها تخينة، عايزاها زي ما انت حابة هتعمليها. هتقطعها بالسكينة المشرشرة او العادية برضو الموجود عندك، احنا بنعمل منظر بس فيها مش اكتر. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، عملتها رفعتها شوية عشان لسه هتخمر معانا، فهتزيد العجينة معانا شوية، ترتفع معانا شوية. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لا اله الا الله. زي انا عملت معاكم 1 و2، مش حابة اطول معاكم لاخر العجينة عشان ما اطولش معاكم الفيديو. تاني حابة تعمليها مدورة جرز صغيرة وتبلبعي العجوة وتعمليها عادي زي ما انت حابة بقى تعملي، تشكلها براحتك. زي ما انتوا شايفين عملنا الصاجين الحلوين دولت، ولسه هكمل بقية العجينة بس عشان ما اطولش عليكم. وهتسيبيها تستريح او ترتفع شوية كمان معاكي. وهنقدح الفرن بتاعنا نسخنه حلو، وهندخلها في الفرن في تحت الشواية عادي. لو عندكش فرن غاز من بتاعنا ده عادي، اللي المتوفر عندك ممكن تعملي فيه. طبعا احنا سخنين فرننا بعد ما ارتاحت، زي ما انتم شايفين النار واطية خالص كده، وزجناها. بتاخد حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده. ما شاء الله بتطلع حلوة وناشفة وهشة كده وفاكشة كده زي ما بيقولوا. لو حابة تنعمها ممكن تنعميه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
طبعا خدت لون معانا من فوق ومن تحت، اللون الذهبي الحلو كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهي. ومش هتلاقي احلى واطعم من كده. هتحطها في اللانش بوكس مع اولادك المدارس مع السندوتشات. شايفين خدت احلى لون. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك حلو واشتراك بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير.